اما بالنسبه لنا بالعراق فالنجف كان لها موقف مهم جدا الى وقع على جميع العراقيين بمختلف اطيافهم. أصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بيانا استنكر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان. بيان لمكتب السيد السيستاني دعا للوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته وتقديم ما يخفف عنه الأزمة، مطالبا ببذل الجهود الممكنة لوقف هذا العدوان الهمجي وحماية اللبنانيين من آثاره المدمرة. ولفت البيان إلى أن المرجعية الدينية العليا تعرب عن تضامنها مع اللبنانيين ومواساتها لهم في معاناتهم الكبيرة. دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر أصحاب المواكب الحصيرية في العراق إلى فتحها أمام النازحين اللبنانيين الفريرة من الأحداث التي تشهدها بلادهم. كما ودع الصدر المقتدرين ماليا من غير الفاسدين إلى جمع التبرعات المالية لفتح مواكب دعم في سوريا ولبنان لمساعدة الجرحى والنازحين. شكرا لكل الجهود المبذوله لاغاثه المدنيين الابرياء وضحايا الحرب في لبنان. شكرا جزيلا. البشير بعد ما حارب رجال الدين بالحلقة السابقة وشاف انه هو خسر جمهوره، فقال ما عندي حل غير انه انا اطلع وامدح المرجعية، بين قوسين اتلوق لهم، والا هو من يمتى يمدح المرجعية؟ قضى كل برامجه انه ينتقد رجال الدين والمرجعيات والعلماء ويسقط بالعمامة ويجيب شخصيات دينية لا يم الدين اساسا ولا يعرفونه. فاحنا ما محتاجينك انه تجي وتتلوق لمرجعيتنا حتى ترجع جمهورك، لان حقيقتك انكشفت، ولا محتاجين انه انت تطلع مواقفهم وآرائهم تجاه هذه القضية، بل نريد نشوف اسيادك اللي جاي يدعمونك انت شخصيا شنو موقفهم وشنو آرائهم. تقدر تطلعها لو ما تقدر؟ ما راح تقدر، لان تعرف انه برنامجك ينتهي نهائيا. والمشكلة حتى بالتعليقات يقولوا لك يا احمد احنا نريدك تفضح المرجعية وتطلعها انه هي ميتة من 2003. انت شلون تجوا تتلوق لهم؟ مو انتم نفسكم اللي قلتوا عليها ميتة، ومو انتم نفسكم اللي قلتوا هي المرجعية الصامتة والنجف الصامتة. فالمرجعية الصامتة مثل ما انتم تقولون حكت حتى اكثر منكم، وكان لها الدور الاكبر في انقاذ العراقيين، خاصة في سنة 2014 بفتوى الجهاد، وكذلك من خلال بناء المؤسسات وكفالة كل ايتام العراق، بحيث مؤسساتها راحوا يدقون البيبان عندكم يتيم كفله، وبناء عشرات المستشفيات ومئات الوحدات السكنية اللي تضم الفقراء والأيتام، من غير المدارس والمساحات الخضراء وكل شيء يفيد الشعب قدمت المرجعية. والآن أعطى بتوصية الاهتمام بالشعب اللبناني وتقديم المساعدات حتى يخف الألم والمعاناة عليهم. وهذا الكلام موجه لكل العالم اللي تقدر أن تساعد لبنان، مو فقط العراق، لكن العراق هو تصدر المشهد وشفناه يقدم المساعدات من كل مكان. بمجرد ما المرجعية انطت الرسالة العالم كلها وقفت على أتم الاستعداد في تقديم المساعدات، والحمد لله كلها وصلت. وحتى الدولة ساعدت بفتح الحدود من أجل استقبال اللاجئين من لبنان، وإحنا مثل ما استقبلنا زوار الحسين بالأربعينية فاتحين بيوتنا وراح نستقبلهم. وأيضا من خلال تطبيق مفيد، سولفت لكم عن هذا البرنامج والتطبيق اللي هو صدق مفيد، لأن أنت راح تقدر تنزل وتسجل بيتك بالبرنامج وتقدم الخدمات اللي أنت تريد تنطيها للعائلة اللبنانية، فهم أيضا العائلة راح ينزلون البرنامج وراح يقرون انه انت وين مكانك وشنو رقم تليفونك ويتصلون بيك ويجون على اساس الموقع اللي انت مخليه، سواء كنت موكب او هيئة او مؤسسة، كلكم مشمولين. رجاء اخوان كلكم سجلوا بهذا التطبيق، لان جدا راح تحتاجونه. بعد كم يوم اذا دخلت عندنا العوائل ما راح يعرفون انه انت وين بأي مكان، ما راح يعرفون، فهو التطبيق راح يدليهم. انت تنزله وتسجل بيتك ومؤسستك او منظمتك او اي شيء، وبدوره هو اللبناني يجي يفتح التطبيق ويبحث عنك وراح يجي. وهذا الكلام ما موجه للعراقيين فقط، موجه ايضا للناس اللي موجودين في سوريا، اذا دخلوا لهم اللبنانيين يقدرون يستخدمون هذا التطبيق. وايضا موجه خاصة للناس اللي يكونون في شمال لبنان، لان اكو ناس تنزح من الجنوب الى الشمال، فاللي موجودين في شمال لبنان ايضا راح تحتاجون هذا التطبيق، لانه هواي عوائل راح توصل يمكم. اللي عندهم اندرويد راح يدخلون يلقونه بجوجل بلاي، اما اللي عندهم ايفون فيدخل على الرابط اللي موجود مفيد اب، هذا جوه يدخل عليه فراح يحوله مباشرة على الواجهة. هنا من كلمة إنشاء يقدر يضيف رقمه، وبعدين يضيف البيت والمعلومات والخدمات اللي قدمها. هنا إذا شخص لبناني يريد يستقبل ناس، هنا راح يلقى الاستضافات المتوفرة، يدوس على إظهار الكل، فهسه راح تطلع له القائمة الخاصة بالبيوت المتوفرة، وإن شاء الله يشوف البيت المناسب إليه من هاي الناس، يختار هذا البيت مباشر، مثلا هذه بالبصرة، هذه كربلاء، هذا بالنجف، يدخل عليه وهنا يدوس على حجز وهاي اللي هي الأشياء، ميزات الإضافة وإلى آخره. فأهلا وسهلا
بعوائلنا الثانية من لبنان. فضروري تعميم هذا الفيديو ومشاركته وإرساله لكل مكان، لأنه هواي عوائل راح تحتاجه. في أمان الله.